يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. يا رب تكونوا بأفضل صحة وأحسن حال. بتمنى لكم من قلبي كل الخير. هنعمل مع بعض النهاردة القلقاس بطريقة سهلة ومميزة جدا وطعمها حكاية. أنا شخصيا بموت في القلقاس جدا. مش عارفة ليه في ناس ما بتحبش تاكله. بجد جربوه بالطريقة دي وإن شاء الله هتحبوه جدا. وأحب أقول لكم يعني من قلب الواقع إن في مثل بيقول اللي ما ياكلش قلقاس يصبح من غير راس. فياريت كلنا نجرب القلقاس بالطريقة دي وإن شاء الله هيعجبكم. وأحب أقول لكم حاجة وعن تجربة شخصية. اتعاملوا مع القلقاس زي البطاطس. يعني القلقاس ممكن نعمله ونقدمه بأشكال تانية كتير غير إننا نعمله بالسلق والخضرة زي ما هنشوف النهاردة. يعني ممكن نعمل القلقاس صينية في الفرن زي البطاطس، أو ممكن يتعمل يخني أو صوابع محمرة أو حتى شيبسي. وبيتقدم بطرق تانية كتيرة جدا. ممكن كمان نقطعه شرايح رفيعة ونسلقه شوية 3/4 سوا. وبعد كده بنعمله زي البانيه متغطي بالبيض والبقسماط. وبنحمره في الزيت عادي جدا. يعني دي مجموعة أفكار للناس اللي هي مش بتحب تاكل القلقاس بالطريقة التقليدية اللي هنعملها النهاردة، أو للناس اللي بتحب القلقاس وحابة إن هي تجربه بأي شكل تاني. يلا بينا نبدأ وصفتنا. نخلي بالنا أول حاجة واحنا بنشتري القلقاس يفضل يكون حواليها اللون الوردي اللي احنا شايفينه ده. ده معناه إنها يعني ثمرة كويسة وهتستوي بسرعة جدا وفي نفس الوقت طعمها كويس. وبعد كده بالسكينة هنبدأ نشيل الجزء اللي من فوق ده ونخلي بالنا من ايدينا كويس. زي ما احنا شايفين ده الجزء اللي احنا شيلناه مهدرناش كتير. وبعد كده نقطع القلقاسية كلها لشرايح متوسطة الحجم، ولا رفيعة ولا تخينة. وفي ناس بتقشره الأول وبعد كده تقطعه. بصراحة الطريقة دي أنا شخصيا مش بحبها خالص. أنا بحب أفضل إن أنا أقطعه لشرايح بالشكل ده، وبعد كده بقشر شريحة شريحة وأقطعها لمكعبات. الطريقة دي بتكون أسهل بكتير وأوفر في الوقت والمجهود. هنكمل تقطيع بنفس الطريقة ونحاول نخلي بالنا من إيدينا مرة تانية، وكمان في نفس الوقت نخلي الشريحة متساوية وكل الشرايح قد بعضها. طبعًا ما فيش مشكلة لو السكينة وربت سِنّة كده أو حاجة. ده طبيعي بيحصل جدًا ما فيش أي مشكلة. ولو الشريحة اتقطعت معانا سميكة أوي ممكن إننا فيما بعد نقسّمها لشريحتين. وبعد ما قطّعنا القلقاسية كلّها للدواير اللي قدّامنا دي، هنمسك دايرة دايرة أو قطعة قطعة ونقشّرها بكل سهولة زي ما إحنا شايفين. صدقوني الموضوع سهل وبسيط جدًا لو عملناها بالطريقة دي. وعلى فكرة عايزة أقول لكم الحجم ده ما هواش صغير ولا حاجة. يمكن الكاميرا مش موضحاه كويس لكن هو حجم مناسب جدا. أنا مش بحب شخصيا المكعبات الكبيرة بتاعة القلقاس دي. يعني بصراحة المكعبات الصغيرة دي بتفتح نفسي أكتر للأكل وبيبقى شكلها كمان شيك في التقديم. وبعد ما نقشر كل القلقاس هنبدأ نقطعه لمكعبات زي ما هنشوف دلوقتي. وبعد ما قشرنا القلقاسة كلها آخر حاجة هنعملها هي إننا هنقطعها للمكعبات الصغيرة اللي قدامنا دي اللي بتبقى موجودة في طبق التقديم. وهقول لكم على طريقتين اختاروا منهم الأنسب ليكم. إما إننا على لوحة التقطيع نقطعها بشكل طولي وبعد كده بشكل عرضي، طبعا متساوي. فهيدينا المكعبات الصغيرة المتساوية اللي قدامنا دي. دي طريقة. الطريقة التانية وهي إننا نمسك كل شريحة ونقطعها لصوابع كأننا بنقطع صوابع بطاطس. وبعد كده نمسك صابع صابع ونقطعه لمكعبات متساوية صغيرة زي ما احنا شايفين. ونخلي بالنا من ملحوظة مهمة جدا أثناء التقشير والتقطيع. نقشر ونقطع بدون نقطة مية على القلقاس، لأن لو في مية جت عليه واحنا بنقطعه مش هنعرف نكمل تقطيع خالص يا جماعة. وكده تمام. بعد ما قطعنا كمية القلقاس كلها لمكعبات صغيرة متساوية زي ما احنا شايفين بالشكل الحلو ده، هنبدأ إننا نغسل القلقاس. عايزة أقول لكم دي قلقاسية وزنها 1.5 كيلو عملت معايا كمية حلوة جدا مش قليلة تماما. وعشان نغسل القلقاس هنحطه في بولة أو طبق غويط وبعد كده هنضيف عليه مية سخنة ونسيبه لمدة ساعتين. أنا هضيف مية سخنة مش هنضيف مية مغلية يعني تحتمل. بلاش نضيف مية مغلية وكأننا هنسلقه خلاص. وهسيبه منقوع في المية السخنة دي لمدة متقلش عن حوالي ساعتين. وبعد كده هنشطفه مرة واتنين وتلاتة لغاية أما يبقى نضيف تماما من المادة اللزجة اللي موجودة فيه. والحقيقة في معلومة مهمة جدًا لازمًا أقولها لكم عشان أكون صادقة معاكم.
في بعض الدراسات بتقول إن المادة المخاطية أو المادة اللزجة اللي بتكون موجودة في القلقاس هي مادة مفيدة جدًا لصحة الإنسان، يعني هُم بيقولوا إن هي بتكون سامة وهي نية، لكن بمجرد نزولها المَيّة السخنة أو الشوربة السخنة فهي بتدوب تمامًا وبتكون مفيدة جدًا لصحة الإنسان. بس بصراحة أنا ما قدرتش أجرّب الكلام ده أبدًا، وكل مرّة باعمل فيها القلقاس باغسله مرّة و2 و3 و10 لغاية أمّا أتأكد تمامًا إن المادة دي نزلت منه تمامًا وبقى نضيف جدًا. وزي ما إحنا شايفين ده شكل المَيّة بعد مرور ساعتين، كل المادة المخاطية نزلت في المَيّة بالشكل ده، وبرضه هنغسل القلقاس مرّة و2 و3 تحت المَيّة الجارية لغاية أمّا نتأكد تمامًا إنه بقى نضيف، وأثناء ما إحنا بنغسله نفضل ندعك فيه بالشكل ده بإيدينا علشان ننزّل أي مادة مخاطية لسه لازقة فيه. وكده تمام، ده شكل القلقاس بعد ما غسلناه مرة واتنين وتلاتة زي ما اتفقنا لغاية أما اتأكدنا تمامًا إن المَيّة بتاعته نضيفة، وهنبدأ على طول في التسوية، وكده خلاص اعتبروا إن القلقاس بقى جاهز معانا، لإن في ناس كتير بالنسبة لهم أصعب خطوة هي تقطيع القلقاس وغسيله بالشكل ده. طبعًا مع القلقاس بنفضّل شوربة اللحمة، لكن لو مش متوفرة ما فيش أي مشكلة، ممكن شوربة فراخ، ممكن بمَيّة ومرقة عادي جدًا ما فيش أي مشكلة. ويُفضّل كمان إن الشوربة اللي هنحط فيها القلقاس أو المَيّة تكون دافية ولا هي باردة ولا هي سخنة بتغلي، علشان لو هي سخنة جدًا وحطينا فيها القلقاس هيبدأ المكعبات اللي معانا دي تستوي من برّه بتاخد صدمة كده، والطبقة الخارجية هي اللي بتستوي، ولكن من جوّه بتفضل لسه نيّة. وطبعًا نخلّي بالنا إن كمان الشوربة تكون مغطية القلقاس علشان ما يستويش واحدة وواحدة لأ، وفي نفس الوقت مع التقليب يكون واخد راحته ما يتهريش مننا أثناء التقليب بعد السوا، وهنوطّي عليه النار ونغطيه ويادوب غلوتين 3 وهيكون جاهز إننا نضيف عليه الخضرة اللي هنكون مجهزينها. طبعًا بالنسبة لتجهيز الخضرة بتاعة القلقاس يُفضّل إننا نكون مجهزينها من قبل ما نضيف القلقاس للشوربة. لإن أساسًا القلقاس غلوتين 3 وبيكون جاهز ما بياخدش وقت في التسوية، فبالتالي في الفترة اللي بانقع فيها القلقاس في المَيّة قبل ما باغسله، بابدأ إن أنا أجهّز الخضرة بتاعتي وبتبقى جاهزة معايا، وزي ما قُلت لكم قبل كده القلقاسية دي عاملة حوالي كيلو ونُص، أنا احتاجت عليها حزمة من السلق وحزمة من الكزبرة الخضرا. وهنبدأ نوضّب في الخضرة اللي معانا، طبعًا مش بنحتاج أي حاجة من الصِّقان الموجودة في السلق ولا كمان في الكزبرة، فبالسكينة هنقطع الجزء اللي فوق ده كلّه وبعد كده نمسك ورقة، ورقة وناخد منها الجزء الأخضر بس وهنسيب الصِّقان كلّها. وبعد ما نقطّع كل الخضرة اللي معانا بالشكل ده، هنغسلها كويس جدًا في مصفى تحت المَيّة الجارية. طبعًا كلنا عارفين إن الورقيات بالذات يُفضّل إنها تتغسل كويس جدًا، وبعد كده هنسيبها تصفّي من أي سوايل فيها. وطبعًا في طريقة لتحمير الخضرة، وهي إننا بعد ما بنقطّع الخضرة كلها ونغسلها كويس جدًا، بنضيف عليها نُص كوباية شوربة ونضربها في الخلاط، وبعد كده نحطها في حلة على النار لغاية أمّا تصفّي أي سوايل فيها. وبعدين نحمّرها في سمنة وطبعًا نطشّلها بشوية توم وبعد كده نضيفها على القلقاس. بس بصراحة أنا مش باحب الطريقة دي أوي، باحس إنها بتغيّر شوية من طعم السلق والكزبرة، يعني بعد ما بيتضربوا في الخلاط طعمهم بيغيّر شوية، ده غير إنها بتاخد كمية سمنة أكتر بكتير علشان تتحمّر. جرّبوا الطريقة اللي أنا هاعملها دلوقتي وإن شاء الله هتعجبكم أوي. بعد ما وضّبنا الخضرة زي ما اتفقنا وهنغسلها كويس جدًا ونسيبها تصفّي من أي مَيّة فيها، في طاسة على النار هنضيف كل الخضرة اللي معانا، وطبعًا زي ما إحنا شايفين هي كتيرة قدّامنا دلوقتي، لكن مع الحرارة والسخونة بتبدأ إنها تنزّل كل السوايل اللي فيها، وهتكِش كلّها دلوقتي وتهبط معانا. وزي ما إحنا شايفين الكمية هبطت جدًا وقلّت معانا، طبعًا في البداية نفضل نقلِّب فيها بشكل مستمر، وأثناء التقليب نفضل ندوس عليها كده سواء بالمعلقة أو بالspatula أو حتى لو في هرّاسة نفضل نهرس فيها كده علشان كلّها تسيح مع بعضها، وهنضيف عليها نُص كوباية من الشوربة، وهنسيبها تاخد وتدّي كده مع بعضها، نوطّي النار خالص ونغطّي عليها لمدة حوالي تِلت ساعة. لغاية أمّا هي هتسيح مع نفسها وتدوب خالص، وفي نفس الوقت كل السوايل اللي فيها هتتشرب. وطبعًا كل 5 دقايق كده نفتح على الخضرة ونقلّبها علشان تبدأ كلّها تنزّل السوايل اللي فيها وتنشِّف، وزي ما إحنا شايفين خلاص تقريبًا قرّبت تنشِّف تمامًا، وهنستمر في التقليب فيها كده لغاية أمّا نتأكد تمامًا إن هي نشِّفت أي سوايل، وزي ما اتفقنا
نبدأ إننا نهرس فيها كده أثناء التقليب، وهي أساسًا عشان ورقيات مش هتاخد معانا أي مجهود لإنها بدون صفار. وبعد ما تنشف تمامًا هنضيف عليها معلقة كبيرة من السمنة، ونستمر في التقليب لمدة حوالي 5 دقايق لغاية أما تحمر معانا. عايزة أقول لكم بجد الريحة كانت تجنن أكتر من جميلة، البيت كله اتقلب ريحة قلقاس جميل. جربوه بالطريقة دي هتدمنوه ومش هتبطلوه، ومش بعيد الجيران يخبطوا عليكم ويقولوا لكم محتاجين طبق قلقاس بصراحة. طبعًا دلوقتي هنضيف حوالي معلقة صغيرة من التوم المفروم، وهنقلبهم كلهم مع بعض يعني دقيقة أو دقيقتين كده تشويح لغاية أما التومة تصفر. وطبعًا على الناحية التانية القلقاس خد الغلوتين بتوعه وكده تمام أوي، هننزل عليه بالطشة اللي إحنا عاملينها، التوم مع الخضرة كلها بالسمنة. يا خبر أبيض يا جماعة الريحة كانت تحفة فعلًا. هنقلب كويس وهنوطي القلقاس ونسيبه ياخد غلوتين على نار هادية، مش هيكمل حرفيًا 10 دقايق وهيكون القلقاس استوى معانا. شايفين لون المَيّة يجنن جدًا. أنا باحب اللون ده مش باحبه أغمق من كده، طبعًا لو عايزينه أغمق من كده هنزود كمية السلق والخضرة اللي إحنا عاملينها. ما تروحوش كده ولا كده علشان فعلًا مش هياخد وقت كتير على البوتاجاز عشان ما يتهريش مننا، وبعد كده على طول هنطلعه في طبق التقديم. طبعًا أنا ما ضفتش أي ملح أو حياء لإن شوربة اللحمة أصلًا كانت حادقة، ولو حسيتوا إن هو محتاج معاكم سِنّة حياء كمان يُفضّل إننا ما نضيفش ملح. جرّبوا تضيفوا نُص مكعب مرقة خضار بيدّي taste عالي جدًا وطعم حلو أوي. طبعًا طبق قلقاس عظيم زي ده ما ينفعش يتغرف في بولة صغيرة كده، أنا غرفت في بولة كبيرة وهاتجه على السفرة وبصراحة مش هانتظر حد. جربوا الوصفة دي وإن شاء الله تعجبكم أوي، وما تنسوش لو عجبتكم اعملوا لايك للفيديو عشان أعرف إن الوصفة تمام. وطبعًا ما تنسوش لو أول مرة تشوفوني دوسوا على كلمة سبسكرايب أو اشتراك اللي بتكون باللون الأحمر، وفعلوا خاصية الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجاية. واعملوا لايك للفيديو عشان يستمر في الظهور لكل الناس، هو ده دعمكم الحقيقي ليا. شكرا جدا ليكم واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.